السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى ايه؟ ايوه اعملي، يلا اعملي. هنعمل مش انت اللي النهارده بتعملي؟ اعملي. هنعمل النهارده كبده وبطاطس محمره وبتنجان وسلطه وتاني وبس ومكرونه. ماشي، انا النهارده هعمل لكم كبده بلدي. عارفين، من الجزار على طول على الطاسه، والله من الجزار على طول على الصينيه، على طول على البوتاجاز. فدي كبده طازه. حطيت هنا فصين توم مع حبه زيت وحته ليا. شوحت بس التوم، ما حمرتوش. وبعد كده رحت نازله عليه بالكبده. شايفين بقى الكبده البلدي وجمالها بقى، ما شاء الله عليها. لا دم بقى ولا زفاره ولا اي حاجه. فبعد ما شوحت التوم، حطيت بقى الكبده تتشوح كويس معاها. هي كده خدت صدمه، شايفين، ما نزلتش ميه ولا نزلت اي حاجه، عشان الصينيه اللي انا عامله فيها كانت سخنه جدا. وهنا كنت بعمل صلصه للمكرونه، لان انا كنت عملت جنبها يعني مكرونه وسلطه وبطاطس محمره وبتنجان مخلل. كانت اكله بجد جميله جدا، يا ريت تجربوها. آه، هنا بقى حطيت التوابل. ملح وفلفل وكمون وكزبره وجوز الطيب، رشه جوز الطيب. هي خبره في حفظ التوابل، ايوه، حفظ فقط لا غير. وهنحط جنزبيل برضو، صح. شطوره، اسقفلك. تمام، هي فعلا انا حطيت كل اللي هي قالت عليه دوت على الكبده يعني. بس يعني كميات بسيطه بسيطه بسيطه، على سن المعلقه كده. عشان ما تغيرش طعم الاكل. شطوره. ما انا خلاص بقيت بعرف اعمل كل الاكل. بس هنا كده بدأت بقى ان انا اشوح بقى مع التوابل بقى وكده عشان ريحتها تطلع. فهي الكبده كده كده ما بتاخدش وقت في السوا. اول بقى ما الكبده تتشوح بس شويه كده مع التوابل. هنحط لها هروح بقى حاطه الفلفل بقى الفلفل. الالوان اللي هو البلدي، صح. شاطر. الوان بلدي، عشان انا ما بجيبش فلفل الالوان. اي حاجه غاليه لازم نعمل عليها يا جماعه مقاطعه. انا متهيألي الفلفل الالوان ده انا بالنسبه لي ملوش اي اهميه، ماله الفلفل البلدي. هو نفس اللون ونفس الطعم بقى احلى. هنا بقى انا حاطين معلقه خل. تمام. الخل بيخلي الكبده تبقى طريه، تبقى جميله كده، جوسي يعني. فحطيت معلقه خل، قلبتهم بقى كده كويس مع بعض. تتشوح بقى كويس مع الخل، وبعد كده الخل برضو طبعا يتبخر مع الكبده. وبعد كده بقى هروح حاطه الفلفل بقى اللي انا قلت لكم عليه. طبعا هنا كانت لسه ما عملتش يعني، صح. ما كانتش ايوه، يعني انت لسه. شايفاني لسه حطيت حاجه؟ لا، ما انا عارفه ان هي لسه ما اتحطتش، لسه هنحط الفلفل بقى. بس بجد والله يعني الكبده مغذيه جدا، وانا عارفه ان هي اكيد ده غاليه. جنزبيل. ايوه، انا هنا كنت حاطه رشه جنزبيل فعلا، لان انا بحب الجنزبيل جدا. يعني رشه بسيطه كده بتدي طعم وريحه حلوه جدا للكبده او اللحمه اللي ببصل او الحاجات يعني الني في ني دي عامه. بتبقى جميله جدا، يعني الجنزبيل معاها بيبقى طعمه حلو جدا. فطبعا اكيد يعني مش كل حاجه هتبقى بطاطس وهيبقى اكل عادي، اكيد يعني هنكسر اه البطاطس. هنعمل اكله كده في النص يا جماعه، يعني او اكيد دلوقتي يعني. بقى زي ما انتم شايفين كده احنا قطعنا الفلفل وال... ايوه، هو الفلفل، نوع الفلفل. وطبعا هي ماما ما كانتش راضيه تحط بصل، وانا خليتها تحط. بس حطيت عشان خاطرك يعني. ايوه انا صح. عارفه. ما كانتش راضيه تحطه لان ما بتحبش تغير طعم الكبده البلدي بالبصل. بس انا قلت لها تحط بصل عشان انا بحب البصل. وحطيت لك وانا ما حطيتلكيش. ايوه حطيت. شايفين بقى هنا جمال الالوان؟ اهو تقولي لي بقى فلفل الوان ومش فلفل الوان، اهو هي ونفس فلفل اللون. بلدي وفي نفس الوقت الوانه كلها جميله. فلفل جميل. اديني بقى هنا كده حطيته وقعدت بقى اشوح فيه مع بعض كويس. بس طبعا الفلفل انا ما بحطوش الا لما بتكون الكبده خلاص يعني داخله على سوا، عشان يحتفظ بنفس لونه وشكله ده، بيبقى احلى يعني. بدل ما لونه يتغير ويغمق، صح. شطوره. انا بقيت شاطره أوي. شطوره. لا، ده القناه دي بصراحه يعني نفعتني انا. نفعتني انا عشان هي تتعلم الاكل، لان هي بتبقى واقفه جنبي وهي اللي بتصور. فطبعا بقت بتتعلم، يعني ما كانتش الاول بتبدا تخش المطبخ اصلا. فيا ريت بقى كل البنات الحلوين كده، على فكره، الحلوين اللي زي ياسمين، كلها يخشوا بقى ويتعلموا. كلها كام يوم اصلا هنا بقى والمدارس هتيجي. اه، ما انت برضه هتتعلمي.
هنا بقى حطيت لكم البصلايه اهي، قطعتها كده طرنشات. طرنشات يعني كده، بس تكون رقيقه. وحطيت معاها ايه سنه فلفل حراق، مم. وشوحتهم بقى كده مع بعض، وما ياخدوا تشويحه بس بسيطه. وبس هتبقى تحفة. وخلاص يعني مش هي كانت خلاص كده كده، الكبده اصلا ما بتاخدش وقت، فهي كانت داخله بقى على سوا. فروحت حاطه بقى البصل بحيث ان هو يدبل بس معاها وبس، والله كانت جميله جدا. والله كانت طعمها وهنا حلو بقى كنت قوي. عامله لكم البتنجان اهوت. عملت السلطه وخلصتها، وكنت مستعجله جدا في اليوم ده. كان خلاص ميعاد الاكل جه، وجوزي كان خلاص قرب يجي من الشغل وخلاص بقى، فانا بقيت عماله بقى بسرعه ورا نفسي كده. مم. هنا بقى الدقه بتاعت البتنجان عباره عن توم. وطم. فصين توم بس، ما يبقاش كتير عشان ما يبقاش كله توم، انا ما بحبش احط توم كتير للبتنجان. فهو فصين 2 توم بس فقط. وعايزين بقى تحطوا فلفل كتير حطوا، الوان بقى، فلفل احمر، فلفل اخضر، حراق، بارد، زي ما انتوا عاوزين. وملح و... وليمون، ما بحبش احط خل، بس بيبقى جميل جدا يعني. شايفين حتى شكله ولونه، شكله تحفه. وطري كده صح. وهنا كنت عملت السلطه. قولوا لهم ليه ما حطيتيش خل بدل الليمون، عشان الخل بيخليه مزز، صح؟ انا ما بحبش طعم الخل، ما اما بحبش طعم الخل الليمون. في البتنجان، انا بحب الليمون بس. مم. الليمون بيبقى طعمه حلو وريحته حلوه الا كمان. بتنجان ماما، ده معروف هنا. كل حاجه معروفه الحمد لله. احنا خبره سنين، وعبالي كده ما تبقي خبره برضه. هنا بقى انا كده حاسه ان انا انجزت، ان انا عملت السلطه وعملت البتنجان، فانجزت يا جماعه. انا كنت حاسه ان انا كده انجزت، لاني كان بجد الوقت خلاص. جوزي كان خلاص جه من الشغل، وانا بقى كنت لسه ما خلصتش. فانتوا عارفين بقى انا اصلا جوزي من النوع اللي هو عايز اول ما يدخل من الباب يلاقي الاكل محطوط، مش من الناس اللي بتقعد وتستنى وكلام من ده، لا. فطبعا لازم اكون بجري ورا نفسي. هنا بقى حطينا المكرونة على الصلصة، وطبعا الصلصة بتبقى يعني كل الناس عارفينها، اللي هي في الخلاط، وعليها فلفل احمر، لان ماما بتستغناش عن الفلفل الاحمر خالص في اي اكل. والتوابل اللي احنا عارفينها. لا ما بحطش توابل، انا ايه ده؟ بحط فلفل اسود بس. الصلصه بتاعت المكرونه عليها ملح وفلفل اسود بس. مش مهم، عادي، احنا ممكن نزود من عندنا. ودي كده الكبده كانت خلاص خلصت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ اظن مفيش احلى من كده. ايوه والله كنت طعمها حلو، انت شوقتيني. ليها تاني صح؟ ايوه. شايفين بقى المكرونه ولونها وجمالها؟ المكرونة بجد كان طعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كانت بجد تحفه، والاكل كان جميل جدا يعني. المكرونه كانت والله بجد هايله يعني. الصلصه بتاعتها بقى كانت حلوه، لاني انا ما بحطش فيها بقى طبعا بقى يعني توابل كتير ولا اي حاجه. وكمان الفلفل الاحمر بيدي طعم جميل جدا، فكانت حلوه جدا يعني. وشوفوا هنا بقى عماله اشوقكم كل شويه بشكل الكبده ازاي. ما حدش يروح يقف على عربيات كبده تاني، ما حدش يروح محل كبده تاني. من بس مها كده. من ماما مها. ايوه قولي على كل ايه؟ شويه، قولي معاها، قولي كل شويه. فشوفوا بقى الاكل، يعني حاجه كده فول اوبشن يا جماعه. ولا البطاطس المحمرة. اهو. انا جوعت. شوفوا بقى الاكل، شوفوا بقى، شوفوا الوجبه المتكامله، يعني بسم الله ما شاء الله. على فكرة تقضي أسرة متكاملة بسم من الله ما شاء الله، ست اللهم أفراد. بارك. كانت بجد اكله في منتهى الجمال، وكان ما شاء الله الاكل كتير. وكان يعني رصة الأكل كمان كانت ما شاء الله جنب بعضها كده، كان بتناسق رهيب. فالحمد لله عجبت البيت كله. سي الأستاذ أحمد أيوة. وحماتي، عشان طبعا أنا بأكل حماتي من الأكل. وأنا أول واحدة. فربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها. عجبها برضو الأكل جدا. يلا بقى وبالهلا والشفا. ما تنسوش اللايك يا جماعة. ماشي، مع السلامة.